ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كل عام وأنتم بخير. مصاريف وتنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2025-2026. مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة المنوفية، وتعتبر هذه الجامعة من أبرز وأشهر الجامعات. مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة المنوفية، وتعتبر هذه الجامعة من أبرز وأشهر الجامعات في مصر، حيث تضم العديد من الأقسام والتخصصات المتميزة. تعتبر الكلية واحدة من الكليات الحديثة التي تم إنشائها في الفترة الأخيرة، وتعد من أفضل الجامعات في مجال التكنولوجيا، حيث تأسست في عام 2015. كما أن رسومها الدراسية تناسب الجميع. يهتم كثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالبحث عن هذه الكلية، نظرا لأنها من الجامعات البارزة والحديثة، وتحتوي أيضا على نظام أكاديمي متميز ومستوى عالي من الدقة في التعليم. مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة المنوفية: تبلغ تكلفة الدراسة في كلية العلوم التطبيقية بالجامعة الفرنسية في مصر حوالي 84,000 جنيه. مصاريف كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة بدر تبلغ 65,000 جنيه. تبلغ رسوم جامعة فأسروس 25,000 لكل فصل دراسي، مما يعني أن التكلفة الإجمالية للسنة الدراسية تصل إلى 50,000 جنيه. تبلغ رسوم كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الدلتا 48,000 جنيه. تبلغ رسوم كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الملك سلمان 39,000 جنيه. تبلغ رسوم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 36,000 جنيه. مصاريف قسم الأجهزة الحيوية في جامعة السادس 6 أكتوبر تبلغ 35,000 جنيه سنويا. أقسام كلية التكنولوجيا في العلوم الصحية التطبيقية: قسم تكنولوجيا البصريات، قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية، قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، قسم تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء، قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، قسم تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير، قسم تقنيات علوم الأشعة والتصوير الطبي. الأوراق المطلوبة للتقديم: يوجد العديد من المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة التكنولوجيا التطبيقية، يمكننا التعرف عليها من خلال ما يلي: يجب تقديم نسخة من شهادة الثانوية العامة. يجب أيضا تقديم المستندات التي تثبت عنوان الطالب. يتم عرض صورة إيصال دفع الرسوم المحددة للجامعة. كما يتم تقديم نسخة مصورة من بطاقة الترشيح للكلية التي تلقى الطالب ترشيحه لها. قبل ما ننهي الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.